السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه اخباركم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ وحشتوني خالص. النهاردة بقى فيديو جديد، هعمل بومبار. تمام، البومبار المصري الاصيل الاسكندراني. تمام يا بنات، اهم حاجة في اي خلطة محشي، اهم حاجة البهارات بتاعتي. تمام، في اي خلطة محشي لازم استعمل بهارات اهي. انا حبيت اسيب الكيس اللي انا حطيته عشان تشوفوه. بهارات المحشي روعة روعة. تمام، الخلطة اللي عندي دي ايه هي مكوناتها؟ انا بس ما عملتش قدامكم علشان وقت الفيديو. تمام، اول حاجة بشرة البصل، خلاص حوالي 5 بصلات. طبعا قلنا البصل في الخضار هو اللي بيدي طعم ومفيد طبعا جدا، مضاد حيوي طبيعي. تمام، ده انا بشرت ال5 بصلات في الكبه بتاعتي. ما عندكيش كبه قطعي حتت صغيره خالص على ايديكي. عندك مبشره اوكي. تمام، والخلطه دي سرها هقولك على كذا تركه في خلطه المحشي، ودي طبعا من اسرار المحشي الخطيره لكل انواع المحشي مش البومبار بس. تمام، فلفل، ورق عنب، كرنب، كوسه، بتنجان، اي نوع محشي هي الخلطه دي الخطيره في كل انواع المحشي. ايه هي بقى التركه؟ ان انا بشوح البصل. تمام، بعد ما قطعته في الكبه بشوحه على النار. يبقى بشوح البصله، بخليها طبعا ما احرقهاش، انا بشوحها بس لحد ما تدبل معايا. تمام، وبعد كده بنزل بعصير الطماطم. لازم عصير طماطم فريش، مش صلصه بس ولا طماطم بس، عصير طماطم فريش بنزل عليها على البصل وتاخد تسبيكه كده مع بعض كأنك بتطبخي طبيخ عادي. وبعد كده بتحطي الملح والبهارات بتاعتك اللي انا وريتها لك بتاعه المحشي، ومعلقه كزبره، شعرة كمون بسيطه خالص عشان ما يمررش، ومعلقه قرفه وفلفل اسمر، والسر بقى هنا معلقه السكر. تمام، كل ده بتسيبيه يتسبك على النار، وفلفل حامي لو بتحبي الحامي عليه. تمام، كل ده بتسيبيه على النار لحد ما يبقى الخليط عندك الخلطه بالشكل ده. وفصين التوم دول برضو بيطعموا المحشي جدا، ما تكتريش التوم، هو فصين صغيرين. تمام كده، يبقى السر هنا ان انا بشوح البصل، بحط عصير الطماطم، بحط بعد كده البهارات بتاعتي، واخر حاجه بحط الصلصه وتاخد برده تقليبتين معاها. لازم صلصه اللي هي علب الصلصه، انا ده حاطه له علبه صلصه كامله. تمام، بجانب عصير الطماطم والبهارات اللي قلت لك عليها. والتاني تركه اللي هي معلقه السكر، يبقى بشوح البصل وبحط معلقه السكر. تمام، دي الحاجتين المختلفين. معظم الناس بيعملوا كله ني في ني، لا جربي الطريقه دي خطيره لكل انواع المحشي. تمام، طبعا بتطفي النار. اخر حاجه بتحطي ايه؟ الخضره بتاعتك. الخضره طبعا اللي هي الكزبره والبقدونس والشبت. تمام، عندك نعناع حطي. ادي الخضره بتقطعيها وبتحطيها بعد ما تطفي النار. قلنا اي خضره ما بتتحطش على النار، تمام، عشان لونها ما يغيرش، والفيتامينات اللي فيها ايه ما داش منك. تمام، خلاص كده ادي هنا الخلطه بتاعتي. تمام، ادي اهو البومبار طبعا مغسول، وانت طبعا بتجيبيه من عند الراجل نضيف زي ايه الفل. تمام، اهو هو منضفه، وانت طبعا بتعيدي عليه تاني، بتحطي ملح وخل وبتغسليه كويس وبتقلبيه وبتغسليه كويس. انا هحشي دلوقتي قدامكم كام واحده واوريكم ازاي، وبعد كده هسويه على النار. طبعا تسويته بتبقى ازاي؟ بتحطي حله الميه على النار، فيها زي بقى كأنك بتسلقي فراخ او لحمه، بتحطي ورق اللورو والبصل وجزرايه، تمام، وحبهان ومستكه شوربه عاديه خالص وطماطمايه، وهوريكي شكل الشوربه بتاعته خطيره. تمام، بعد ما احشيه دلوقتي هتحطيه في الخليط اللي انا بقولك عليه يستوى فيه. نشوف كده،
اوريكي بيتحشى ازاي. طبعا بتختلف كل طريقه في طريقه ايه الحشو بتاعه. اهو انا عن نفسي بحشيه كده اهو. تمام. اهي بمسكها كده واحشي بالصبع التاني اهو كده. دي طريقة سريعة جدا يا بنات اهو. بتفتحي الفتحة بتاعته اهو، وبالصبع التاني بتحطي الحشو بتاعك اهو. تمام. اهو. وتالت تركة في البومبار ان انا محشوهوش جامد. تمام. ان انا الحشو بتاعي ما يبقاش مليان على الاخر. بصوا بفرد ازاي اهو. بصوا بفرد ازاي اهو. بعد ما حشيت بفرد بايدي كده، بوزع الرز كله جوه، علشان لو مليتيه على الاخر هيفك منك في الشرب. تمام. لو مليت البومبار رز كتير هيفك مني في الشرب اهو. وزعت اهو. تمام. ادي اول واحد. نعمل كمان واحد اهو. بفتح الفتحة بتاعته. تمام اهو. احطها جوه كده في الخليط. الجلافز بيزحلق طبعا معايا اهو اهو. تمام كده اهو. وحش. انا قلتلك على كل التريكات بتاعت البومبار علشان البنات الحلوين اللي بيتعلموا اهو. تمام كده. واشوف وصل لفين اهو. افرد اهو. افرد كويس لحد ما يبقاش مليان خالص، علشان ما يفكش مني في الشوربه ويبوظ اهو. تمام اهو يا بنات شكله تمام كده. هكمل بقى حشو وهحطه في الشوربه اللي قلتلك عليها، وهوريكي بعد السليم يبقى شكله عامل ازاي. خلاص يا بنات البومبار استوى وبوريهولك وهو اهي الشوربه بتاعته. تمام. بصوا الشوربه خطيره ازاي. بصوا روعه. تمام. وعندي هنا اهو برضو حبيت اوريهولك قبل ما احمره في الزيت. بصوا الجمال. بصوا لونه والله عايز يتاكل كده من غير تحمير. بصوا الجمال خطير. هنا بقى الجمال كله بعد ما اتحمر. شايفين خطير. بصوا يا بنات المنظر والله الطعم. بقول لكم بهارات المخصوصه للمحشي خطيره روعه، بتوديه في طعم تاني وحته تانيه خالص. لازم تجربوها. تمام. فضل شويه من الخلطه عملت بيها وحدتين الفلفل الكوبي دول. تمام. عايزه بقى اوريهولكم بقى من جوه عامل ازاي اهو. بصوا بقى الجمال. بصوا بقى الجمال. انا عارفه هفتح نفسكم عليه. لازم تجربوه وتعملوه بالهنا والشفا على قلبكم. لازم تجربوه. قلت لكم الخلطه دي تنفع في اي محشي. بصوا الجمال. واو روعه. طبعا اللون اللي بره اللي انت بتحبيه ممكن تحمريه افتح من كده. انا ولادي بيحبوه. بصوا مفرفر ازاي الرز ولا معجن ولا حاجه. بصوا مفرفر وخطير مش معجن معايا. نيجي اوريكم الفلفل. بصوا الفلفل روعه. بصوا خطير. جربوا الخلطه اللي قلت لكم عليها اللي هي تشويح البصل والطماطم، عصير الطماطم، وصلصه الصلصه اللي هي العاديه الجاهزه،
وحتة طماطم صغنونة خالص مع الخضرة مع البهارات مع التوابل مع فلفل حامي أخضر. روعة روعة روعة. جميع أنواع المحشي الخلطة دي تعتمديها. وادعولي، وعايزة اللايك وشير، الفيديو يستحق. تمام؟ واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.